كرياتيفيتي وشدينا في بعضياتنا البعض راه غادي نزيدوا الى بر الامان. غنسمحوا لي نوريكم هذه التصويره الله يرحمكم الوالدين، لان خوتنا المغاربه ما نكذبش عليكم ملي وقع هذا الشيء نهار الاثنين وحنا مبدلين بحال اللي علمنا سيدي ربي، ودابا ما بقى لا حلاوه العيش لا والو. حنا دابا بغينا المخزن يقتلنا عباد الله. الله يرحم الوالدين خويا الحموسي، والله الا بديت كنحشم منك لا انت ولا الخيام ولا هذوك. الله يرحمكم الوالدين، قرطاسه وحده واصاحبي راه الناس العالم كيضحك عليكم، قلنا نمشيو بحالنا. الله يرحم لكم الوالدين، هذا راه ماشي منطحه. الله يرحم الوالدين قتلونا نمشيو بحالنا، ما كنطلبوا والو. والله توحشنا جدودنا والناس اللي قراونا حنا خرجنا من الارمي اخوتي المغاربه والعسكر خوتنا العسكر كيسمعوا. والله الا خرجنا من الارمي بحال اللي تولدنا وامهاتنا. عرفتي انا خارج راسي غنتلاقى مع السيد بور وغنتلاقى مع الرياضي وغنتلاقى مع كل الازرق وغنتلاقى مع الدراري ظريفين والناس اللي بخير والقلب مفتوح ونداويو الناس. ديك التجربه ديال الارمي نداوي بها عباد الله. انا طنجه جيت لمدينتي واسمعوا طنجه الله يرحم اللي كنهضروا على المجتمع. جيت فتحت الكابيني ديالي في السواني ناكل خبز، كابيني ديالي في السواني ناكل خبز في الارض ديال جدودي. طلقوا عليا جوج ديال الفتاوى. اللي ما عندوش اللحيه ما يمشي عنده حتى شي واحد راه كافر، واللي خدم مع الجيش كافر. ما كليتش الخبز صافي. يعني هذا الدكتور مراد صغير ولد المصلى باش كنت ناكل الخبز هي كدرت اللحيه وندير الطابع هنا ونكر الجيش كراني دابا عندي الفيلا تما. واش فهمتوا طنجه؟ خصكم تفهموا هذا الشيء. نحن مجتمع موبوء، نحن مجتمع مريض. دابا انا اللي كنهضر معكم والديا بوحدهم تما في كوفيد. وارتحيتي يا ملتحي، ارتحيتي يا ابو لحيه، ارتحيتي دابا مرتاح دابا مزيان. انتم جالسين حدا والديكم وحنا مترشين على والدينا مرتاحين، ولكن بيناتنا سيدي ربي لان خوتنا المغاربه ما بقيناش معاهم نهضروا. واش فهمتوا؟ كان الاكسبيريونس ديالي انا لابد كلشي يسمعها، لان اولا الوالي اللي كيخصنا ننتحروا هما حنا، وثانيا الوالي اللي كيخصهم يكونوا ملحدين هما حنا. الحمد لله ربي شد فينا، بالعكس لقينا داكشي اللي مكتوب في القران صحيح. ملي بغيت انا نخرج من طنجه ما مشيتش عند شي فقيه قلت له عافاك الله يخليك شنو ندير. قريت القران لقيت شي بلاصه علق مشيت بحال هادي. ولكن الدعوه بهذا الله، وهذا الشيء خص الطنجاوي يعرفوه، خص الشباب الناس الواعيين يفهموا هذا الشيء. لان المجتمع موبوء، وملي كيكون المجتمع موبوء المشاكل اللي كتكون فيه هي هذا الشيء: اغتصاب الاطفال، قتل الاطفال، المخدرات، الارهاب، التكفير، الجريمه، الفساد، الرشوه. هي هذه الامراض المجتمع اللي يهضر عليها الاستاذ المجرى وكنزيدوا نهضروا عليها خوتنا المغاربه. وانتم الشباب هما اللي غادي تفكوا المغرب. واش تسحب لك؟ حيت كاين شي شباب جالسين وكيقول شنو ندير. انت النوض اللي دافع على بلادكم. اللي كنقول لك دافع على بلادك ستادير المجتمع، القيم، شدوا القيم، قراو سميتو العلم، القيم، التربيه، الاخلاق. منك بوليسي، منك جدرمي، منك داخليه، منك مخابراتي، ما كاينش ديك اللعبه بوليسي. لا 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 لا، كلشي بحال